السلام عليكم. طبعا بدأنا تحضيرات رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. عملنا مع بعض الفول بطريقة جميلة جدا ومميزة وبأسرار حصرية، وعملنا الكفتة مع بعض بطريقة جميلة جدا وقلت لكم ايه السر اللي ما يخليهاش تفك معاكم. هنعمل برضو النهاردة الطعمية بأسرار حصرية بإذن الله بنفس نتيجة الحجر وأحسن كمان. يلا نصلي على رسول الله ونسمي الله ونبدأ مع بعض. اول حاجه معايا هنا نص كيلو فول مدشوش، بجيبه بنقيه من اي حاجه عينيا شايفاها مش حلوه، وبعد كده بغسله مره واتنين وتلاته واربعه لغايه ما الميه بتاعته كل ما اقلبها كده الاقي فيها ابيض، ما بكبها واغير عليه الميه تاني لغايه ما الميه بتبقى معاه زي ما حضراتكم شايفين كده رايقه خالص. بغطيه بقى وبسيبه منقوع من بالليل للصبح، وبعد 12 ساعة بيبقى بالمنظر اللي حضراتكم هتشوفوه ده. طبعا بيبقى ضعيف حجمه، بغسله طبعا كويس جدا من المية اللي كان منقوع فيها، وبشطفه مرة واتنين وتلاتة لغاية ما بيبقى زي الفل كده. وبمسك الفولية بقطمها بتتقطع معايا طبعا بمنتهى السهولة كده، يبقى خد نقعه كويس جدا. هنا بقى معايا ربطة كرات، بجيبها طبعا بغسلها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، بقول لكم يعني اغسلوها من قلبها لان بيبقى فيها طينة. ومعايا هنا بصلايه خضراء. طبعا الطعميه اساسها كرات وبصل وتوم بس، ما بيتحطلهاش لا خضار ولا كزبره ولا بقدونس ولا الكلام اللي هما بيحطوه ده خالص، عشان بيسمر الطعميه. فدي اساسيات الطعميه عموما، الصح الاساسيه بتاعه المطاعم. كرات بصل توم بس. معايا راس توم، بصلايه خضراء، بصلايه صغننه كده اللي هي البصل العادي بتاعنا، ومعايا ربطه واحده بس من الكرات عشان انا مش عايزه اللون بتاعها يغمق زياده عن اللزوم. طبعا كل ما اللون الاخضر زاد في الطعميه كل ما بقت سمره في التحمير، فانا بتلاشى السمار ده. هي ربطه واحده بس كفايه من الكرات. وربطه البصل طبعا اللي هي وحده البصل اللي انا وريتها لكم دي. بجيب بقى هنا بقى طبعا انا عايزه انعم الخليط ده. طب انا ليه تعبت نفسي وعملت ده؟ ما انا كده كده هعمل في الكبه. انا هقولك ليه. الكبه عموما لما بتيجي تضربي فيها الحاجات اللي زي كده، وبالذات لما تبقى حاجه فيها ضرب كتير، الكبه بتسخن وممكن تتحرق منك. فانا من ناحيه بخفف الحمل على الكبه بحيث ان انا مضربش كتير والكبه تبوظ مني او تتحرق، ومش هاخد نفس النتيجه دي. وفي نفس الوقت لازم ازود ميه زياده عن اللزوم، عشان لو ضربتها في الكبه من الاول للاخر لازم ازود ميه زياده عن اللزوم، وهتمي مني وهضطر ان انا اعمل يا فول تاني. وهقول لكم برضو لو زادت منكم الميه تعملوا ايه. هنا مكنه البسكوت بتسهل عليا انها بتنعم الخليط، بس ما بتدينيش نفس النتيجه طبعا بتاعه الحجر. ولو فرضا فرمتها في مكنة البسكوت مرة واتنين وتلاتة، مش هتنعم معايا برضو بنفس نتيجة الحجر. فانا هعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي وهتشوفوا طبعا انا هعمل ايه. هنا انا باخد حبة حبة وببدأ ان انا افرم كده زي ما انتوا شايفين، اللون باين خالص ان هو لون اخضر فاتح مش غامق. وبكده اعرفي ان انت الطعمية بتاعتك هتطلع لونها فاتح ومش هتغمق، او هتطلع لونها ذهبي وجميل خالص. هنا بقى كنت خلصت انا خلاص الطعمية بتاعتي، وكان فاضل حبة كده ما كانوش راضيين ينزلوا. جبت كيس تلاجة نضيف وبدأت ان انا ادخله كده والف لغاية ما انزل لي كل البواقي. الحركة دي برضو تنفع للبسكوت، بيبقى فيه طبعا في المكنة حبة بسكوت فاضلين كده مننا ما بيبقوش راضيين ينزلوا، ممكن تعمليه كده. طبعا بعد ما نزلت خلاص الخليط زي ما انتوا شايفين كده، الخليط خشن مش ناعم خالص زي ما انا عايزاه يعني. فبحطه في الكبة كده وبحط بجيب كوباية مية جنبي. الكوباية مية دي انا مش هستخدمها كلها، انا بحط حبة بحبة. طبعا الخليط ناعم فانا عايزة الخليط يمشي معايا في الكبة، مش هيمشي غير بالمية. فرضا ان المية زادت منك هتعملي ايه؟ بعد ما تخلصي الطعمية خالص لقيت المية زايدة فيها زيادة عن اللزوم وخفيفة، ولو جيتي حمرتيها بتتفتفت معاكي في الزيت، هتجيبي الطعمية هتحطيها في مصفى سلك ضيقة خالص، وهتحطي الطعمية فيها وتحطي طبق تحتها وتسيبيها تنزل السوائل الزيادة اللي فيها. كده هتاخدي احلى طعمية ممكن تعمليها في حياتك. وطبعا عشان تدخلي لها هوا هتضربيها بالمضرب الكهرباء. دي اللي هي زادت المية بتاعتها. انا هنا بصوا شايفين الفرق، انا بوريكم هنا الفرق طبعا ما بين اللي انا ضربها في الكبة وما بين ان انا فرمتها في مكنة البسكوت. شايفين النعومة والهشاشان كده؟ ولا هتحطي بيكنج باودر ولا هتحطي بيكنج صودا ولا هتعملي اي حاجة خالص ولا هتضربي اي حاجة، هي كده جاهزة جدا. بس ضربت كل الكمية زي ما حضراتكم شفتوا كده بنفس الطريقة، وحبة حبة بضيف حبة المية حبة حبة في الكبة لغاية ما تمشي معايا، عشان الكبة تمشي طبعا لان الخليط بيبقى خشن مش ناعم. لغاية ما بيمشي معايا وبيبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين هشة جدا عاملة زي حاجة قطنية كده وهشة خالص. ده نتيجة الهواء اللي دخلها من ضرب الكب.
ببدأ بقى ان انا اكيسها كده زي ما حضراتكم شايفين، وبالراحة خالص، ما بتكاش عليها قوي ولا زي ما انتم شايفين. انا باخدها بالراحة خالص عشان الهواء بتاعها ما يخرجش منها. ببدأ اطلع على الهواء من الكيس، مش بتك على الطعمية ذات نفسها، بتك على الكيس بس، بطلع الهواء منها وبالراحة خالص. انا مسرعة الفيديو هنا بس انا بعملها بالراحة، مش جامد كده هنا عشان الفيديو سريع، فباين ان انا بتك جامد. انا ببططها بالراحه خالص، وببدا ان انا اتني الكيس، وبجيب طبق فل، وطبعا ممكن تتنوها على كده وتحطوها في كيس تاني تبقى مطاوله. يعني انا بحطها بفردها كده في طبق فل كده، بتبقى سهله عليا، حتى لو عايزه اكسر منها حته بتتكسر بمنتهى السهوله. بقى عملت كده، ودول اللي انا هحمرها معاكم. وانتي بتدخليها طبعا التلاجة، ولما بتيجي تطلعيها ما بتبقاش هشة زي ما احنا لسه عاملينها طازة. فانتي هتعملي ايه؟ اول ما هتطلعيها طبعا هتسيبيها تفك من التجميد بتاعها، وعشان ترجعي لها الهواء تاني مش هنحط بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا الكلام ده. لا، انتي ممكن تضربيها بالمضرب الكهرباء تاني بعد ما تطلع من الفريزر، او تعمليها بالكبة تاني، تضربها ضربتين هترجع لها الهواء تاني. دول بقى الحبة اللي كانوا فاضلين معايا، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وده السر بقى اللي هيديكي نفس الطعم بتاع بره بالظبط. نص معلقة صغيرة من الكزبرة المجروشة مش ناعمة، وربع معلقة من الشمر، وربع معلقة من اليانسون، حطهم على بعض بقوا نص معلقة. وكلي احلى طعمية ممكن تعمليها وادعيلي. كلنا لما بنجيب الطعمية من بره بيبقى فيه طعم غريب كده ببقنا غير الكزبرة، بنبقى عايزين نعرف ايه هو. فالسر ان هما بيحطوا ينسون وشمر. بجد جربي وهتدعيلي. هنا بقى انا حاطه زيت على النار، بنار مش عاليه، نار متوسطه، عشان خاطر الطعميه تاخد التحميره بتاعتها، مش تاخد من بره وما تستويش من جوه. انا عايزاها تستوي من جوه ومن بره. وببدأ كده اخد حبة طعمية على ايديا كده وببططهم، وبحط عليهم سمسم. انا ده سمسم ابيض عادي. وببدأ ان انا اجيب اي حاجة ان انا اقطع بيها كده، وببدأ اقطعها صوابع زي ما حضراتكم شفتوا كده. ودي طريقة القطف اللي هي عاملة زي بتاعة البقلاوة دي، هما بيسموها قطف عشان بيحطوها ما بين ايديهم وبيروحوا قاطفينها كده وحاطين بسرعة. بس انا عشان طبعا مش محترفة في الحاجات دي فبعملها على قدي يعني، فعادي. وبعدين بتبططي ديت ما جاتش المقطع ده، مش عارفه كنت انا فين ساعتها، فمش باين انا عملت ايه. بس انا بططت يعني طعمية على ايديا عادي، وحطيت عليها سمسم زي ما حضراتكم شايفينها كده في الزيت يعني. وبعد كده ببدأ ان انا بقى اي اللي تاخد لون بقلبها على الوش التاني. وطبعا انا مش بطلعها كده لسه، اللون مش الاخضر ده باين. اول ما اللون الاخضر ده بيختفي كده ببدأ ان انا اطلعها كلها بقى، بس ما بغمقهاش. هو اللون ده جميل جدا. شايفين هي عاملة ازاي، والهشاشة بتاعتها عاملة ازاي ومقرمشة، وبتطلع طعمها روعة. وبجد مش هتحتاجي لا تحطي لا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا، وبدون حلفان يعني، لاني مش بحب احلف كتير. بس بجد هتاكلي احلى طعمية كلتيها في حياتك، ونفس طعم بره، واحلى وانضف، وبل بالعكس اوفر. انا حرفيا اتصدمت النهارده لما جوزي بيقول لي سندوتش الطعميه والفول بقى ب8 جنيه. انا وقفت اتسمرت كده، قلت له 8 جنيه ليه؟ بيعملوا فيه ايه؟ الفول مش من الحاجه المبالغ فيها. انا جايبه نص كيلو الفول ده ب17 جنيه، يعني مش ليه سندوتش؟ عشان الزيت ده، الزيت اللي هما بيعملوا فيه اصلا حاجه عباره عن حاجه سودا، وشكله بيبقى صعب، ولونه اسود، ومش بيحمروا يعني فيه مره واتنين. يعني مش بيحمروا فيه مرة وبيرموه، ده بيحمروا فيه مرة واتنين وتلاتة وعشرة. يعني مش بيغيروه كل يوم عشان يغلوا السندوتش يبقى ب8 جنيه. فانا اعمله في البيت احسن لي واوفر لي واكرم لي كمان، فحرام بجد. فبجد انا من دون حلفان يعني وبدون كلام، هي باينه خالص اهي انها هشه جدا ومقرمشه. وعايزه اقول لكم هي كانت بتتخطف مني وانا واقفه اصور اصلا. ابني جه شد واحده كده ومشي، بقول له انا بصور، بصلي وضحك وسابني ومشي. فربنا يحميه يا رب ويحمي اولادنا جميعا، اللهم امين. عايزه اوريكم بقى قلبها. شايفين قلبها فاتح ازاي؟ مش غامقه مش حاجه، ولونها جميل جدا وهشه خالص. انا يعني بفركها في ايدي اتفركت زي ما انتم شايفين كده، هشه جدا جدا. واتمنى بجد ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه، هتعجبكم جدا. يعني النتيجه مضمونه 1000000%، ونفس طعم بره بالظبط. وفضلا وليس امرا ما تنسونيش في اللايك، لان هو ده اللي بيرفع الفيديو. عايزه الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد منه. وكومنت جميل طبعا منكم بيسعدني كتير جدا جدا، وبيحسسني ان انا ليا اخوات بيشوفوني. وبكده الفيديو بتاعي خلص. دمتم في حفظ الرحمن، مع الف سلامه.